هنحضر مع بعض النهاردة حاجة حلوة قوي كلنا بنحبوها طبعا، وهي أكلة لعشاق الناس اللي بيحبوا البتنجان الطويل في الصيف. أكلة حلوة قوي بتنفع في ريح أي أكل تحابيش يعني. وهنعرف كمان مع بعض سر لون الدقة بتاعته والحشوة الرهيبة اللي هنعملها مع بعض، وكل حاجة في الفيديو ده هنعرفها مع بعض. بس بقى نتابعوا الفيديو للآخر يا حبايبي، وما تنسونيش في اللايك. هنعرف مع بعض النهاردة سر لون دقة البدنجان الطويل، وهنعرف مع بعض كمان ازاي هنحفظه مع بعض في التلاجة يقعد عندنا بالشهر والشهرين. زي ما يكون أول مرة لسه بتاكلوه، زي ما يكون أول مرة أول واحدة ممكن تاكلوها بنفس الطريقة. إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. وكمان هنعرف مع بعض ازاي هنعمله بالطريقة دي، سهلة جدا. وبعد كده نمسك البدنجان نشيل منه القمع اللي فوق ده، وبعد كده نشطفه كويس جدا جدا. وقبل ما نشتري البدنجان لازم نجيب البدنجانة السوداء الجامد اللي فيها لمعة، وبعد كده نجيبها اللي هي فيها لحم يعني تخينة شوية، ما تكونش رفيعة جامد. حلة المية اول ما تغلي ننزل بنص معلقة ملح، وننزل بكمية البدنجان اللي معانا زي ما انتم شايفين، ونديها تقليبة بسيطة كده، ونغطي عليها لغاية ما تستوي. طبعا بنختبره ونشوف هيستوي ازاي. اول ما يستوي بنعرف طبعا بنختبره. تمام. في الوقت ده عبل ما يستوي البدنجان بتاعنا الجميل، نجيب الهون بتاعنا او الكبة لو مش موجود عندنا الهون، ننزل براس من التوم متقشرة، وقرنين فلفل حامي على بارد، ممكن تحطوا اخضر وممكن احمر براحتكم. وطبعا التوم بيعشق الكمون. وكمان ننزل نظبط ملحنا بالملح بتاعنا، وننزل بعصرتين ليمون. تمام. انا في الوقت ده كان عندي شطة من اللي هي المهروسة، او فلفل من اللي هو المهروس زي ما انتم شايفين. انا ما كانش ينفع نحط كله في الهون مع بعضه علشان هي فيها مية هتطرطش عليا. قلت اعمل الاخضر الاول والثوم والكمون والملح، وبعد كده انزل واقلبهم كلك مع بعض. طبعا نضيف معلقتين 3 4 من الزيت. كل ما نحط زيت كل ما تفرق في اللمع وفي الطعم اكيد. هي دلوقتي خلاص دخلنا على السوا اهو. اول ما نشوف مكان القمع كده استوى انهرى مننا، خلاص كده نطفي النار على طول ونطلعه من المية، علشان احنا هنستفاد بالمية علشان طريقة حفظه. وبعد كده ننزل بقى بليمونتين كده معصورين على الخلطة بتاعتنا الرهيبة زي انا ما قلتلكوا. وبعد كده والبدنجان ده بلاش تسيبوه يبرد للنهاية. عايزين البدنجان بتاعنا يكون دافي علشان المسامات بتاعة البدنجانة مفتوحة لسه، عايزينها تشرب التتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها لها دي. بس كده نحشي بقى كمية البدنجان، نشيل القمع اللي فوق، اللي مش حابب يشيله براحته. نخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. ما شاء الله ريحته كانت قلب الدنيا، وكل حاجة فيه حلوة جدا جدا. اتمنى تجربوه بنفس الطريقة. طريقة الحفظ بتاعته سهلة جدا جدا. بنجيب بولة بقى، وبعد كده ننزل بكوبايتين او كوباية من مية سلق البدنجان بتاعتنا. طبعا بنكون غاسلين البدنجان كويس جدا جدا علشان بناخد المية بتاعته نحفظ فيها البدنجان لأطول فترة ممكنة. وبعد كده ننزل بمعلقة بقت مني من الحشوة بتاعة البدنجان، وننزل بليمونتين كده معصورين وشوية زيت علشان الحفظ ويحافظ على اللمعة بتاعته. وبعد كده ننزل بكمية البدنجان بتاعتنا. هو جاهز دلوقتي للأكل من غير ما نحطه في مية الحفظ بتاعته. بس انا بعمل معاكم الفيديو كامل اهو زي ما انتم شايفين. تمام. بس يتحط بقى كده المية طبعا بتاعتنا كانت دافية شوية، والبدنجان برضو دافي. نسيبه بقى يبرد خالص علشان يشرب التتبيلة الرهيبة اللي احنا عملناها دي. وبعد كده نحفظه بقى في التلاجة عندنا او بره التلاجة، هيكون زي الفل. ولو وصلتوا لحد هنا، ولو استفدتوا بالفيديو بأي معلومة، لايك وشير بقى وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.